اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى مع بعض هنعمل ايه؟ هعمل كيكه ونص ونص، نص شوكولاته ونص فانيليا في الحله اللي هي بتاعه الكيك. عندي اول حاجه تلات كوبايات من الدقيق، نخلاهم كويس ومعاهم كيس بيكنج باودر وبرده نخلته. طيب كوبايه ونص من السكر، وكمان 3 بيضات، وعندي 3 اظرف فانيليا لكل بيضه ظرف. يلا تعالوا بقى نشتغل ونعمل. طبعا اللبن اهم حاجه الاساسي. انا طبعا مدفيه اللبن، هحط كله في قلب الكبه واضربه زي ما احنا متعودين مع بعض. هضرب البيض مع اللبن مع السكر مع بعضينا كده ونشوف في الاخر ايه. زي ما انتم شايفين كده حطينا كله مع بعضه، السكر والبيض في قلب الكبه او الخلاط مع اللبن. هحط كوبايه لبن كبيره، شوب لبن كبير معاه. زي ما انتم شايفين كده ضربنا بقى البيض والسكر واللبن تمام، ضربه حلوه كده، ونزلناه على الدقيق. وبرده هوريكم القوام بتاعه. بصوا ده القوام بتاع الكيك بتاعنا اهو، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. يلا تعالوا بقى نحطه في قلب في قلب الطاجن او اللي عندي الحله او الصينيه، اي حاجه عندك تقدري ان انت تعملي فيها. نحط بقى الزيت برضو، نقلب كل مكوناتنا دي، نقلبها على طول، مش هتاخد وقت مننا طالما ضربنا الدقيق كويس مع اللبن والبيض والحاجة دي كلها. المخلوط بتاعنا كده بقى مية مية. شايفين؟ بصي بيبقى سهل بالنسبة لك وانتي بتضربيها. يعني اي حاجة طبعا بنعملها للولاد، تشربي بها الشاي الصبح للعشاء، تبقى حاجات كويسة وسهلة وسريعة كمان. كده عفرنا الصينية زي ما انتوا شايفين بالدقيق. نصب بقى الخليط بتاعنا كده، حطينا 3/4 الخليط. تعالوا بقى نحط الكاكاو. حطينا 3 معالق من الكاكاو الخام، ونقلب. لو احتاج شوية لبن صغيرين طبعا بنحط، عشان طبعا الخليط بيبقى تقل. بصوا نحط شوية لبن صغيرين كده عشان يبقى نفس القوام اللي احنا عاملينه في الابيض. اقلب. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا القوام. انا حبيت قبل ما نصبه اهو هو. يلا تعالوا بقى نصبه في قلب الحله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نخليها في النص كده تمام. كده انا خلصتها. تعالوا بقى ندخلها الفرن ونشوفها لما تخرج باذن الله من الفرن. زي ما انتوا شايفين الجمال واللون. لسه خارجه اهيت من الفرن، تبرد بس وبعد كده نقلبها ونشوف الجمال بقى لما نقطع مع بعض مع كوبايه شاي ساده او شاي بلبن اللي تحبوه. زي ما انتوا شايفين طبعا اما بردت قلبت على طول. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ يلا تعالوا بقى نقطع واحده كده قطعه. بصوا سامعين الخروشه اهي. اقطع لكم خرطه وتشوفوا بقى المنظر بتاعها عامل ازاي والجميل. بصوا المنظر، شايفين اهي، والطعم والريحه مش قادره اوصف لكم. جربي بقى الطريقه دي
هتعجبك قوي من يوميات مطبخ الياسمين. لو انت ما اشتركتيش اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبتك ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين ورأيك وتعليقاتك. وأقول لك كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أحلى متابعين في الدنيا.